السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام. انا طبعا اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديو، بقالي كتير ما نزلتش فيديو يوتيوب، بس ان شاء الله انا هعمل لكم فيديو هيبقى عملي للدواسات. تمام، بس انا كده بدردش معاكم شويه. انا شغاله لان انا بقالي فتره ما اشتغلتش اصلا على المكنه، كانت فيها مشكله وطلع مشكلتها بسيطه جدا. بالنسبه يا بنات لو في اي غلط في اي غرزه بايظه في معاكي في الخياطه من تحت، يعني هي مثلا الابره هي من تحت وانت شغاله بالقماش بتكون من تحت، بتبقى في العيار يا اما في وش الكروشيه. تبقى تركزي على دول. يعني انا اصلا كنت مركزه على العيار وتغيير الابره وكل ده، لكن ما ركزتش ان انا اغير وش الكروشيه نفسه. بصراحه لما بتاع الصيانه انا قعدت فتره ان انا تشتغل يوم وكده ومش عارفه ايه وترجع تاني تبقى الغرزه بايظه. لكن فعلا لما بتاع الصيانه جه وكنت بقى غيرت الابره وظبطت العيار وكل حاجه تمام، حتى غيرت كمان القطعه بتاعه العيار نفسه، وكمان واشتغلت يوم رجعت تاني نفس الحوار بتاع الغرزه بتكون نطه. وتابعت كمان قنوات يوتيوب صيانه، وبرضك محدش يعني قال انك تغيري وش الكروشيه. فبصراحه لما الصيانه جت، الراجل يعني بتاع الصيانه هو قلت له ان انا عملته كله، فهو عرف ان انا عملت كل حاجه. راح فاكك وش الكروشيه. وش الكروشيه كان فيه كده زي خشانه شويه، والكروشيه نفسه كمان هو الوش اللي فوق اللي هو تحت الدواس على طول، راح فكه وراح مركب واحد جديد معاه، كان جايب معاه واحد. وبعدها بيجرب المكنه لقى الغرزه ما شاء الله جميله جدا، المكنه ما فيهاش حاجه. يعني شوفي حاجات هايفه كده بسيطه جدا في المكنه تخليكي اصلا زهقتي من الشغل واللي عايز يشتغل على المكنه بصراحه يعني. فالحاجات دي ناخد بالنا منها، وانتي عملتيها وغيرتي ابره وعملتي الحاجات دي كلها لقيتي نفسك مش سالكه فيها، هتقطعي صيانه وريحي نفسك. انا كنت كاتبه لكم على الجروب بتاع المبدعات، انا من الشرقيه الزقازيق طبعا، قلت لكم اللي تبع الزقازيق او اللي اجوارها اللي حواليها تبع اجوار الزقازيق وكده. عاد دلوقتي تتصل على بتاع الصيانه بيجي لك لغايه البيت، بيشوف مكانتك ويشوف فيها ايه، وافضل لك واحسن لك انك تشيل المكنه توديها للصيانه. دي اول حاجه بنتكلم فيها. تاني حاجه انا بتكلم عامله معاكم الفيديو ده مخصوص خاطر بس الناس اللي بتنصب عليها عن طريق الانترنت. يا بنات بالنسبه انك انت هتشتري مثلا سواء خامات في شغلك اللي هو بتاع الملايات، تشتري مثلا مكن، هتشتري مثلا اي حاجه هتشتريها طبعا الانترنت. الانترنت برضك مش مضمون، لانك انت بتشتري من حد مجهول الهويه ما تعرفوش. لكن احنا كمثلا احنا لينا جروب مثلا بيبقى متجمع فيه الصناعيه مش عارفه ايه، لكن احنا عارفين بعض. هي مثلا هي معانا دلوقتي المشكله ان مثلا حد عايز، انا عايزه مثلا قماش بسعر قليل وكده وجمله، فهي بتكتب في الجروب اللي بيبقى فيهم تجار القماش، فهي كاتبه ان هي عايزه حاجه. طبعا يعني لو حد نصاب مثلا يعني عارف ان انت عايزه حاجه بسعر قليل، بيبعت لك صور القماش اللي معروف وبيديهولك بيقول لك على سعر قليل، فانت طبعا بتبقى يعني بيجذبك بالسعر بتاعه. طبعا ده هو كده اقل، طب خلاص هجيب منه ده مش عارفه ايه. فطبعا انت مش تعرفي غير اسم بس، لكن إيه؟ طب ماشي انت المفروض حاجه تعملي ايه بقى؟ طب ماشي ابعت لي اسم الجروب، هتتابعي الجروب بتاعه هتلاقي عليه صناعيه زيك وبيتكلم وبينزل شغله كل يوم وليه جروب معروف وبتلاقي كل الصناعيه عنده، فخلاص ده اطمني. ده لو عادي لو انت مثلا من الناس التجار المعروفين وهتلاقيهم هم كمان معروفين في الجروبات ومعروفين في كل حته، ده تشتري منه وانت مطمنه، لان هو مش هيضحك عليك، لان هو ليه اسم وبيحافظ عليه وليه صفحه ومعروف، فده مش هيضحك عليكي. اما لو حد يعني اسم مش معروف ولا حتى ليه جروب ولا تعرفي عنه اي شيء، ما ينفعش تبعتي له الفلوس قبل الاستلام. ليه بقى؟ لان طبعا ممكن ياخد منك فلوس، مش يبعت لك اصلا البضاعه، مش يبعت لك شغلك. وده فعلا اللي بيحصل مع ناس كتير، وكذا حد طبعا بعت لي رساله في الخاص وبيقول لي اعمل ايه وتعرفيه، ومش انا ما اعرفوش، ما اعرفش الشخص اللي انت بتقولي عليه. التجار كلهم على الجروبات يعني تبع مثلا شغل الخياطه او تبع اي شغل بيبقوا معروفين، سواء حتى في تجار المكن. فانت بتشتري حاجه اونلاين من حد مش تعرفيه، لكن لو انت تعرفيه عادي تبعتي له مثلا مقدم بتاعك عشان يقطع لك شغلك والكلام ده كله عادي، مفيش مشكله ان احنا عارفينهم ونشتغل منهم، وكل البنات بيجيبوا منهم بنبعت لهم الفلوس واحنا مطمنين. وهو كمان لما بيكون عارف الكسبونه، يعني انت في اول مره تاجر يعني مقلق منك ويقول لك ابعتي لي ماشي عشان انا اقطع لك القماش، ابعتي مثلا تاكيد حجز، مش مشكله ابعتي تاكيد حجز مع التجار اللي انت عارفاهم، فعشان انت اول مره. لكن بعد كده لما يكون عارفك هو نفسه بيسيب لك الفلوس لما تاخدي شغلك ويقول لك ابعتي بقى الحساب. احنا بنعمل كده برضه. لكن حد مجهول الهويه ودخل هو اللي دخل عليك يعرض عليكي شغله، ده تبقى حذره منه شويه، لان هو اللي بيعرض عليك الشغل بيعرض عليك بسعر قليل عن السوق.
فتبقي حذره منه. ماشي مش هقولك مثلا استفيدي من وراه، لكن تكوني حذره. طب والله انا مش هينفع ابعت لك في حساب الا لما تبعت لي الشغل. طب انا برضك مش ضامنك، خلاص انا هبعت لك الحساب مع شركه الشحن. هيقولك ما انت ممكن ما تستلميش. طب ماشي حضرتك هبعت لك 200 جنيه تحت الحساب اللي هم بتوع الشحن رايح جاي، او 150 او 100 حسب الشحن بتاعك. ولو انت حتى الشغل انا ما استلمتوش مش هتخسر حاجه والشحن اتدفع، عشان انا مش ضامناك وانت مش ضامني. انا مكاني معروف وانت عارفني. هتخش مثلا على الخاص عندي، وممكن تخش مثلا على الجروب ده، دي طلبت مني كذا وما خدتهوش، فانت عارف مكاني، لكن انا ما اعرفش مكانك. وممكن كمان حل، ممكن تخليه يبعت لك اللوكيشن بتاع الواتس، اللوكيشن بتاع مكانه هو. فهو طبعا اللوكيشن ده مش عارف ان هو يعني ايه يبعت لك لوكيشن غلط، لان هو اللوكيشن بيبقى نفس المكان بالخريطه، بيبعتوا لك ارسال على الواتس. كمان بتبقى انت حاجه كمان ضامنه وعارفه مكانه بتاع شغله، بحيث انت ما تنصبش عليكي. يا بنات احترسوا شويه، لان النت فيه نصابين كتير، في ناس اصلا دي شغلتها. حتى لو خدت منك حتى فلوس الشحن بس بتبقى نصبه برضك. يعني انت ممكن لو لقاكي ناصحه قوي عادي هيستفيد منك بال 200 جنيه ولا ال 150 جنيه بتوع الشحن، بس انت ما تخسري 200 جنيه احسن ما تخسري الوفات. احنا برضك بنتعب وبنشقى ومش عايزين حد يضحك علينا. فانا عارفه اكتر ناس بتنصب عليهم بنات الصعيد، لان هم اكتر ناس بيشتروا اونلاين. فانتوا احترسوا شويه، انتوا طيبين وبتضحك عليكم كتير، سواء من تجار سواء من ناس تانية. انتوا بيضحك عليكم كتير. انتوا ما تشتروش من الحاجه بثقه لما التجار عارفينهم موجودين وبينزلوا شغلهم، والبنات عندهم في الواتس ولهم جروب برضك معروف سواء في التليجرام، وانت عارفه شو بتشوفيه دايما بيعرض شغله وباسعار المعقول الكل بيعرض بيها، دي ما تشكيش فيه. اما حد يدخل يقول لك انا عندي بسعر اقل وبيعرض عليك هو الشغل، لا ده تشكي فيه. استفيدي منه برضك، مش بقولك ما تشتريش منه، استفيدي، بس يبقى انت عامله احتراسك. تمام. كمان في المكن، يعني في المكن بنت بعتالي مكنه، لان هي غيرها كتير بتضحك عليه بالك في المكن، بنات كتير بتنصب عليهم في المكن ان هو بيشتروا مكن اونلاين وما يعرفوش المكان ولا حاجه. هم شافوا تاجر عارض مكنه على صفحات بتوع تجار المكن، عارض مكنه عادي بسعر قليل يعني، وعارض واحده زيرو. فهي طبعا بتنجذب برضك لحاجه زي كده، هي عايزه حاجه طبعا حلوه بسعر قليل، فبتعمل ايه؟ بتطلبها. طبعا انا عايزه المكنه دي، طب انت فين؟ مش عارفه ايه. طب انا هعوز منك الفلوس بتاعت المكنه او مقدم منها، بحيث ان انا ضامنك انا ما اعرفكيش. طب انت كمان مش تعرفيه، طب الحل ايه؟ طب انا هدفع لك الفلوس وقت الاستلام. اقول لها مثلا انت ممكن ما تستلميش، طب هنعمل ايه؟ هتقول له طب انا هعمل ايه؟ طبعا هي ما جاش في دماغها ان هي تقول له خلاص انا هدفع لك الفلوس بتاعت الشحن رايح جاي، ولو ما استلمتش انت كده كده ما خسرتش حاجه، وانا كمان ما خسرتش حاجه غير بس فلوس الشحن. ففلوس الشحن حاجه بسيطه. انت طبعا بتبقي مثلا خايفه انك تدفعي فلوس الشحن ويطلع نصاب، بس انت ما تخسري فلوس الشحن بس احسن ما تخسري الوفات في المكنه وتخسري وما تشوفيهاش كمان. انت شاريه حاجه اونلاين، ما ينفعش تشتري حاجه لما تشوفيها بعينيكي وتكوني متاكده ان هي اللي هو باعتها لك. يعني واحده بعتلي صوره مكنه اوفر جاك وجديده على الزيرو جديده، بعتلي تقول لي ايه رايك يا مدام ولاء دي معروضه ب 7000 جنيه. قلت لها بجد معقول 7000 جنيه ازاي؟ لا السعر ده غريب. قالت لي هو واحد بيصفي وعرضك. قلت لها ازاي 7000 جنيه؟ ده المكن اللي هو مثلا يوم ما تقولي مثلا مستعمل وكده بيبدا من 7000 جنيه اللي هو مستعمل. لكن لا ديت فيها حاجه مشكوك فيها. قالت لي ما احنا قلنا له. قلت لها طب انت مثلا ما تدفعيش فلوس. قالت لي بس هو عايز الفلوس قبل الشحن عشان خاطر يبقى ضامني. طب يا عم طب بعتها لنا واحنا نبعت لك الفلوس. قال لها انا مش ضامنك، ما في ناس بعت لهم شغل وما رضيش يدفعوا وما رضيش يستلموا، وانا مش هخسر كل شويه فلوس الشحن. هي ما جاش في دماغها انها تقول له خلاص انا هبعت لك فلوس الشحن هي المقدم على ما تبعت لي. هو لا بعت لي ايه جزء من الحساب. فطبعا يوم ما تبعت له مثلا 2000 1000 ونص 3000 فاهمني. فطبعا هو طبعا لو كسب منها اي حاجه هيبقى هو برضك مش خسران، كسب من وراها ونصب عليها حتى في المكنه. او ممكن بس هو مش يعني انت برضك خلي عقلك شغال. ازاي مكنه زي كده هتتعرض بالسعر ده؟ هتخشي على الجروبات تبعتي بس صوره المكنه، تبعتي شغل الحاجه اللي انت معروضه عليكي وانت شاكه في سعرها، والله معروض عليها كذا كذا، اشتريها ازاي، اعمل ايه، انك تستفيدي من خبره الناس اللي زيك. فعشان خاطر يعني ما تحطوش نفسكم في حاجات زي كده وتخسروا. انت عجبك حاجه على النت وبرضك ما تعرفيش صاحب الحاجه دي مظبوط وملهوش جروب وملهوش حاجه. طبعا صحاب الجروبات بيبقوا خايفين على سمعتهم، ما تخافيش منهم، بتشتري منهم، بس برضه خليكي حريصه. ماشي انا هبعت لك انا فلوس ال 200 جنيه مقدم اللي هو بتوع الشحن رايح جاي مثلا، تمام. وبقيت الحساب لما تشوفي الحاجه
طبعا هيقولك ان الشركه بتاعت الشحن هتاخد منك على كل 1000 على اول 1000 35 جنيه. هي بس بتبقى اول 1000، لكن بعد كده على كل 1000 5 جنيه. فانت ما تستخسري. انت ممكن تقولي ايه، لا طب انا هدفع المبلغ ده على الشحن، طب ما ابعتهم له وخلاص ولا شركه الشحن. لا، انت دافعه مبلغ كبير، ما ينفعش تبعتي لي، لازم الحاجه تيجي تشوفيها الاول تعينيها وتدفعي فلوسها. ما تتسرعيش. مش مشكله تخسري مثلا 200 300 جنيه، احسن ما تخسري المبلغ كله. فدي نصيحه مني ليكم، وعن تجارب وحاجات كتير بنشوفها. خلينا حذرين شويه في شغل اونلاين. ادام بتشتري من حد مجهول الهويه وملهوش صفحه وعليها ناس، لازم تكوني ايه، حذره شويه. يعني انا مثلا ببيع مثلا قماش، او مثلا ببيع